إذا دابا غنمشيو للسؤال من السؤال 21 إلى السؤال رقم 40 من السلسلة رقم 5. إذا السؤال رقم 21 كاين خطر الحيوانات الأليفة؟ نقول لي نعم. علاش؟ لأن عندنا واحد علامات خطر فيها الأبقار. إذا الأبقار، ماعز، جمال، إذا الحيوانات الأليفة التي تقتات العشب. إذا خاصك دير خاصك تقص من الصورة. السؤال رقم 22 إذا هذه العلامة اش كتشير؟ واش مدخل على طريق السيارة؟ نقول لي ما عنديش مثلث مقلوب. مسلك الاندماج ما عنديش تما. شنو الاندماج؟ هو الاندماج من الطريق العادية إلى الطريق السيارة. هذا هو مسلك الاندماج. إذا هنا غنقول لك ملتقى الطرق تجاه مدى، يعني عندك رمبة مزيان. السؤال رقم 23 إذا غادي ندخل المنعرج. نعم. شكون اللي حد ليا منعرج؟ هي هذه اللافتات أو هذا مستطيل. واش خاصك دير في المنعرج؟ خاصك نقص من السرعة. مزيان. إذا نقول لي 1 و3. السؤال رقم 24 إذا غادي نلقى منعرجات خطيرة على بعد شحال؟ علاش قلنا 150؟ لأنه برا ديال المدينة 150 وداخل المدينة 50. سؤال رقم 25 إذا اش غادي نلقى منعرج خطير؟ شكون اللي حدد الخطورة؟ لا في تالي. هذه اللي حددت لي الخطورة. اش خاصك دير في المنعرج؟ ديما نقص بداية المنعرج ونزيد وسط المنعرج ونقص نهاية المنعرج. السؤال رقم 26 إذا بقات لي 8 نقاط. شحال بقات لي؟ الرصيد ماشي هو 12. إذا شنو هو العدد اللي غنزيدو على 8 ويعطينا 12؟ هي 4. عملية حسابية سهلة. إذا غنقول ليه في ظرف سنة نرد 4 نقاط، في ظرف سنتين 12 نقطة، في ظرف 3 سنوات جميع النقط. إذا نقول ليه عام نرد فيه 4 نقاط. السؤال رقم 27 إذا هاد العلامة اش كتشير؟ منعرج خطير. هاي هي اللي حددت لي الخطورة. كاين علامة صغرى كتبقاو ديروا في البال أن هناك منعرج خطير في الضلع. لا الله يسر. مزيان. 28 عند وجود هذه العلامة فين؟ اش من علامة؟ هاي هي اللي عندك هنا. إذا من واجب ناخذ حذر؟ نقول له نعم. كتقول لك رد البال أن علامات إرشاد أن هناك ممر ديال الرجلين، يعني من عند العلامة. واش خاصك دير؟ خاصك تنقص من السرعة. مزيان. سؤال 29 هذا منعرج الزيادة في السرعة. هذا السؤال فيه فخ. قال لك فاش كتزيد انت في السرعة في المنعرج واش كيتزاد الالتحام؟ نقول له لا، كينقص الالتحام. شنو هو الالتحام؟ هو التحام العجلة مع الطريق. الالتحام ما كينقص. إذا الالتحام ما كيتزاد سواء في عجلات في حالة جيدة أو عجلات في حالة سيئة. إذا هنا الالتحام كينقص عندي الاحتكاك ديال الرويضة أو العجلة كينقص عندي مع الطريق. واش إطار العجلات ما كيوقعش فيه تلف؟ نقول له لا، كيوقع عليه تلف. قال لك ما يوقعش. نقول لكم قال لك مثلا إطار العجلات كيوقع عليه تلف؟ نقول له نعم. نقول لك يوقع تلف، ولكن ديك المين هي اللي غيرت لي السؤال. مزيان. السؤال رقم 30 إذا نرفع الرجل ديالي، نحيد الرجل ديالي على الكسيراتور. نحيد الرجل ديالي على الكسيراتور. نقول له نعم. ولا نرفعها من بعد 150؟ لا. علاش؟ لأنك غادي ب 100 وعندك علامة الخطر. كتقول لك انتباه وجود منعرجات متتالية، الأول على اليسار والثاني على اليمين. السؤال رقم 31 إذا هذه المركبة كتمنع شنو؟ تجاوز على من؟ على المركبات التي تسير ببطء وعلى الدرجات الثلاثية. شنو هي الدرجة الثلاثية؟ هو التليبورتر. مزيان، هو التليبورتر. السؤال رقم 32
إذا هذه العلامة ها هي علامة اش كتقول لك؟ انتباه أو رد البال أو انتبه أن هناك منعرجات متتالية أو متتابعة. إذا شنو معناه؟ يعني لو المنعرج الأول داير على اليمين هكذا، داير على اليمين، والثاني داير على اليسار مزيان. إذا هذه العلامة هي إشارة. اش قلنا من قبل؟ قلنا أي علامة محطوطة في الأرض كتكون مؤقتة. مزيان، كتكون مؤقتة. السؤال 33 داز؟ لا، قلنا بغا 30. غادي نغادر شبكة الطريق السيار. نعم، اللي قلنا من قبل أن هناك هي شتيها، هذه اللي كتقول لك أنك غتدخل بطريق عادية، غتمشي من مسلك التباطؤ وغادي تخرج بطريق عادي. مثلا سؤال 35. إذا شنو الطرق اش كيعني؟ معناها أننا غادي في نفق. ها هو كلشي قدامك، ها كلشي قدامك. أشعلوا أضواءكم. ها هو نفق. نفق هو واحد الممر الأرضي. واش خاصك دير؟ اش منظور غتستعمل؟ غتستعمل أضواء تقابل، أضواء تقابل، وكنحترم تحديد السرعة ومنع فيه الوقوف ونصف الدورة والرجوع للخلف. صافي. سؤال 36. إذا هاد العلامات ديال المنع. إذا كتقول لك ممنوع الوقوف والتوقف وممنوع على الدراجات العادية. سؤال 37. إذا غندخل التجمع السكني صحيح. علاش؟ لأن وجود واحد المدينة وما فيهاش كيلومتر حداها. إذا إلا كانت تما 15 قلميم كاين في علامة الإرشاد، غنقول ليه ما غندخلش تجمع سكني، باقي برا ديال المدينة. ولكن إلا كانت غير اسم ديال المدينة بوحدها غنقول ليه تجمع سكني. 38. إذا هاد علامة واش علامة خطر ولا علامة إرشاد؟ إرشاد. مزيان، برافو عليك. إلى هنايا واش غنقول لها علامة خطر؟ لا، نفس العلامة، نفس المربع، ولكن المثلث باللون الأحمر. مزيان، باللون الأحمر. عاد نقول لها هنا هناك خطأ. ماما دير راجل. اش خاصك دير انت؟ خاصك تقص، لأن علامة الإرشاد كتكون من عند بحال بحال علامة المنع، بحال علامة الإجبار. سؤال رقم 39. هاد العلامة كتشيع في الطريق السيار ولا لا؟ شنو هكذاك؟ مزيان. الانشعاب تيكون بحال هكذا أو يكون بحال هكذا، ولكن وجود واحد السهم اش يقول لي؟ الخروج من طريق السيارة. إذا باش نمشي للقصر الصغير، واش غندخل للطريق الصغير ولا غندخل لطريق السيارة؟ غنخرج لطريق السيارة. مزيان. السؤال رقم 40. إذا أنا في وضع مناسب باش ناخذ منفذ الخروج اللي جاي على طريق السيار. نعم، أنت في منفذ الخروج. يعني هنايا العلامة، هنا السؤال كيمشي في قواعد منظمة السير. إذا قواعد السير أنت في وضع مناسب. واش باش تدخل لطريق السيار؟ ها هي غنقول ليه نعم. باش نمشي للخميسات واش غندخل لطريق السيار؟ لا، غندخل لطريق السيار. هذا هو الانشعاب. هي هذه هي الانشعاب. يعني وجود جوج ديال المدن واحد السهم. الانشعاب هو انقسام، يعني طريق السيار كتروح لطريق السيار اخر. مزيان. هذا ما يخص 20 سؤال اخيره من السؤال رقم 21 الى السؤال رقم 40 من السلسله رقم 5.